السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم بفيديو جديد. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونخش في الموضوع على طول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين أنا معايا النيش النهارده هنمسحه وهننضفه وهنغير المفارش دي وهنحط المفارش الجديدة اللي انا كنت جايباها في فيديو المشتريات. يلا بينا كده يا حبايب قلبي. انا كده بوريكم النيش بتاعي اهو. انا هغير المفارش دي وهنحط وهنمسح الفناجيل والكوبايات. عامة الحاجة اللي فيها انا مش هغسلها صراحة، لان هم نضافهم متطربين بس بقماشة مبلولة بريل كده، وهننشفهم نمسحهم وهننشفهم بقماشة نضيفة او بفوطة، وهنشوف مع بعض النيش. ادي كده دي اول ضرفة. يلا بينا نشوف تاني ضرفة. وبكده يا حبايبي دي كده تاني ضرفة معايا اهي، زي ما انتوا شايفين اهو. هنمسحه بردك وهنغير المفارش وهنشوفه مع بعض. وبكده دي كده الضرفة اللي في النص. يلا بينا نشوف الضرفة الأخيرة. وبكده حبايبي دي الضرفة الأخيرة زي ما انتوا شايفين اهي. دي الحاجة بتاعتي. دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هنزل رف رف وهعمله. انا مش هنزل حاجة كلها مرة واحدة. الرف الأخير ده كده زي خزنة في الحاجة اللي اللي بكراتينها مش استخدمتها في اليمة التانية برضك كده زي ما انتوا شايفين. وده الفانوس بتاعي بتاع السنة اللي فاتت، بصوا بينور اهو. يلا بقى دلوقتي انا هعمل ايه؟ خليك شغال كده، هيطفي دلوقتي. دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هبتدي من اليمين الاول. انا هبتدي من هنا ان شاء الله كده. هبتدي من هنا وهنزل الحاجة زي ما قلت. انا بنزل رف رف وبعمله، الا اذا بقى ان انا عاوزه اغير اطلع حاجه فوق وانزل حاجه تحت. فانا انا مش هغير حاجه. هم اللي انا هنزلهم وهمسحهم وهرجعهم تاني مع تغيير المفرش. المفارش دي انا هغيرها. هنشوف هعمل رف رف وهوريكم. وجايبه بردك ملمع للخشب، هنشوفه بردك مع بعض. وبكده حبايبي خلصت الجنب ده كله كده. الضرفة دي من اولها لاخرها خلصتها. ده كده الجنب بتاعها اللي اللي باصص على الانتريه. يلا بينا نفتح بقى الضرفة ونشوفها من جوه. زي ما قلنا دي المفارش اللي انا اشتريتها. وبكده حبايبي ده كده الضرفة من جوه. ادي اول رف، ادي كده تاني رف. شايفين اهو. هبعد كده التليفون علشان تشوفوا. قولوا لي بقى ايه رأيكم؟ استاهل لايك ولا لا؟ ده انا استاهل مليون لايك. وهنا الحاجة الجديدة اللي انا لسه ما استخدمتهاش. كده عملنا اول ضرفة. هنعمل بقى الضرفة التانية وهنرجع نشوفهم مع بعض. وزي ما قلنا انا بعمل رف رف بنزله، بمسحهم وبمسح الرف وبحط المفرش وبحط الحاجة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. انا عملت كل حاجة، كنت بنزل كل رف لوحده امسحه وارجع الحاجة تاني زي ما انتوا شايفين. وغيرت المفارش. هعمل بقى باقي النيش وهنشوف بردك مع بعض. شجعونا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد، وعيلتنا الصغيرة تكبر بيكم يا أحلى متابعين ومشاهدين القناة. انتظرونا. هعمل الضرفة التانية وهرجع لكم تاني. وبكده حبايبي بعد ما خلصت ضرفة النيش الأولانية اهو زي ما انتوا شايفين كده. أول ضرفة ادي الرف الأول، ادي الرف التاني،
ادي الرف التالت الرابع، ومن تحت الحاجات الجديدة اللي انا ما استخدمتهاش. شيف احمد منور بالتليفون عشان يوريكم. سلام عليكم يا شيف احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى جايين ايه نختم انا اللي هختم معاكم بقى ايه الروتين بتاع النيش، لان هي اللي عملته بصراحة لوحديها وهي اللي رصت، انا ما عملتش معاها حاجة خالص. فانا اللي هختم معاكم بقى الفيديو في نهاية الفيديو كده ان شاء الله. دلوقتي بص، ادي اول رف اهو، هناخد كده ايه واحدة واحدة. هناخد رف، ادي تاني رف، وادي تالت رف زي ما هي قالت، وادي الرابع. ودي المفرش اللي انا جبتها، ودي المفارش الجديده اللي هي جابتها وصورتها مع حضرتكم في المشتريات. والله يا جماعه على فكره احنا بنستعمل من حاجات النيش ديت، انت لازم تستعملوها، يعني هي مش حاجه طراز تدناها موجوده، ولا حاجه تدناها طول العمر. نقعد نبروزها كده ونبص فيها ولا نشيلها، لا لازم تستعمليها. عايزه كوبايات، عايزه كاسات، عايزه فناجيل، عايزه طباق، عايزه معالق، عايزه اي حاجه. احنا بنستعمل من الحاجات دي والله وبنشتغل منها، يعني بنستعملها احنا لينا كضيوف برضه. يعني احنا بنستعمل الحاجات ديت، انت ما تستخسري في نفسك ليه؟ اللي انت تطلعي حاجه النيش وتاكلي بيها ولا تشربي بيها، لازم تتمتعي بيها. ده كده اول رف اهوت. هنفتح بقى تاني ضرفة ونشوفها مع بعض. وبكده حبايبي ادي تاني رف اهو، تاني ضرفة، ودي اول رف فوق زي ما انتوا شايفين اهو. وهنا كده تاني رف، وهنا تالت رف، وده كده رابع رف. ادي يا جماعه هي اللي رصت النيش ده كده كله. والله العظيم انا ما عملت معاها اي حاجه، هي بسم الله ما شاء الله عليها في الرص. هي عندها طولة بال وعندها صبر يعني بصراحه في حكايه النظافه والرص دوت ودي المفارش الجديده اللي هي جايباها. مفارش جميله. انا حتى بصراحه كنت في نفسي اكل في الطباق دي، فاكلت منها كذا مره. وفي الطقم ده برضو اللي هي الطباق ديت انا اكلت منها برضو قبل كده اهي. الطباق دي انا اكلت منها على فكره قبل كده يعني، وبتطلع لي الحاجه اللي انا نفسي اكل منها بصراحه. وادي ايه ادي اول رف، وادي تاني رف اهو، ده الرف الصيني ده الصيني، وادي التالت اهو حضرتكم شايفينه، وادي الرابع اهو. اما ارفع لكم المفرش كده عشان تشوفوا اهو كده اهو. انزلي كده تحت شويه شوف فاطمه بعد اذنك اهو زي ما انتوا شايفين. ادي ده كده تاني رف. وبقى ايه اللعب والحاجات دي بقى ايه كانت بنكسبها بقى وكمان كانت حنين ومريم وهو كنت باخد منهم يعني. والحاجات دي كانت بتجينا في هدايا في الاسبوع يعني، وحاجات كده يعني، وايه وربنا ايه يصلح حال الناس، وربنا يخلي مريم وهجر وحنين هم اللي كانوا جايبين لي الانتيكات والحاجات الجميله ديت. كانوا كل ما يكسبوا لعبه في توي سيتي كانوا بيدوها لي. وادي تاني رف بتاعنا اهو. هنختم بقى دلوقتي وهنوريكم الرف التالت ان شاء الله، الضرفه الاخيره. انتظروني. وبكده يكون معانا اخر ضرفه زي ما انتوا شايفين اهي. ارفع كده يا شيف احمد. طقم الكاكاو مع شوب الميه والكاسات. شايفين الفوانيس انا حطيتها هنا صراحه. وادي معانا اخر رف، وهنا برضك تعتبر خزنه للحاجات اللي انا ما استخدمتهاش اهي زي ما انتوا شايفين كده. ويكون ده الفيديو بتاعنا. ده بقى اخر رف عندنا يا جماعه اهوت، وريناكم النيش كله اهوت. فده الفيديو بتاعنا النهارده، حبينا نختمه معاكم ونوريه لكم، ويا رب نكون بس وريهم يا احمد من ورا. امسك التليفون ووريهم من ورا. من ورا حاضر تمام. هات يا باشا. انت عايزه اوريهم الجنب بتاع النيش يعني؟ اهو يا جماعه. هي عايزه توريكم اهو اهو اهو. هي عايزه توريكم النيش. طب اقفلي الضرفه دي بعد اذنك. اقفليها 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 اهو. ادي يا جماعه اهو النيش اهوت بعد ما خلص وقفلنا الظرف بتاعته.
انا منور بالتليفون عشان خاطر اوريه لحضراتكم اهو. ادي الرف اهو، دي الضرفه الوسطانيه اهو، ادي كده راس النيش. هو محتاج صبر ومحتاج طولة بال، فهي بقى عندها الصبر ده وطولة البال. انا كنت معاها فعلا في البيت، بس انا ما عملتش معاها حاجه خالص والله، لان انا سبتها، لان هي عندها صبر وبسم الله ما شاء الله. والله مش عشانك منها مراتي، هي نظيفه وربنا يخليها لي والله، وهي بتحب النظام قوي 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 يعني. ده كده بقى مش هنعرف نتاخر الشجره. ده اخر رف كده اهو، يعني ورينا لكم رفينا اهو. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. نشوفكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.